من الوقت للتاني كده بحب اقعد اتكلم، ما هو اكون انا ولا محضر حاجه بيبقى توبيك جه في بالي كده بحب اتكلم فيه. والنهارده عندي كام توبيك كده وهينزلوا على مراحل. بس خلينا نحكي كده ايه اللي حصل عندي في 2023، ايه الاضافات وايه الحاجات اللي خسرتها وايه الحاجات اللي كسبتها والكلام ده كله. وعايز الناس بجد اللي بيحبوا الشركه وعايزين اللي فعلا فرقت معاه او ما فرقتش معاه او حاسه انها فعلا يعني اتضاف ليا انا كاخويا، يعني سواء اخت او اخ برضو يكتب لي. تعالوا بقى نبتدي القصه كده من اول 2023 ايه اللي حصل ونخش في السكه على طول. افتكر يوم 31/12/2022 كان عندي شريك وكان محتاج فلوس ونفتح مغسله، كنا 4 شركاء، فروحنا كنا بنشوف كام حاجه كده وبتاع. انا عندي بيزنسز في ارض الواقع يعني، وحتى لو عايزين اتكلم عنها بس كانت مغسله. ومغسله العربيات على فكره يا جماعه بيزنس هايل جدا لانه ميه وصابون وموضوع ماشي. هنعمل ايه يا جماعه وبتاع؟ قلت لهم ما تيجوا نطلع الجونه وبتاع. فالمهم خدنا العربيه وطلعنا على الجونه وحضرنا الكاونت داون واحنا في الطريق وايه، وبعديها انبسطنا واحتفلنا وحقينا ومقينا. بعد كده حصلت مكالمه حزينه بيني وبين والدي، وانا علاقتي بوالدي مش احسن حاجه بس بحاول اكونها احسن حاجه، وانتهت انه ولا موجب ولا سالب، بس كانت بنفتكر الذكريات الأليمة وخلاص. وكانت مفرحة بالنسبة له بس حزينة بالنسبة لي. ده كانت بداية السنة. المهم روحت ورجعت القاهرة تاني وبتاع، وانا اللي ما يعرفنيش انا بحب الجونة قوي يعني. طيب نيجي النقطة اللي بعد كده. كان في خلافات في الاول في بداية السنة مع والدتي عشان انا عايزاني انزل الجامعة وبتاع، بس الشهادة طبعا، بس انا مش متخرج ولا عايز اتخرج، بس لو اتخرجت مش هيبقى علشاني عشان الوالدة، بس هتعمل ايه؟ وانا ما بنصحش بيها ولا بنصح بيها، كل واحد وحياته. بس انا بالنسبة لي مش فارقة معايا تماما، الموضوع معايا قلب بنفسي اصلا انه لا انا مش هاخد معلومة من ده. ومع العلم انا كانوا من طلابي دكاترة وده زود يعني يأسي بالموضوع. بس خلي بالكم يا جماعة الجامعة برضو ليها فايدة بس مش جامعتي. يعني انا في جامعة القاهرة عامة يعني مش شايف ان ليها فايدة. يعني انا ممكن اخش جامعة غالية عشان علاقات، بس الحمد لله انا عملت علاقات فخلاص. يعني لو انا بنصح اي حد فعلا هو لو مقتدر ماديا واهله مقتدرين ماديا، خش جامعة غالية قوي عشان علاقاتك تبقى جامدة قوي. بس انت لو ما بتعرفش تعمل علاقات وما عملش علاقات كويسة في المدرسة، او انت مش ناوي تعمل علاقات، ما تخشش جامعة غالية خالص. بس انا بتكلم نصيحة يعني. فميجرز حصلت في كدروب شيبينج، عملنا ستورز وابتدينا نشتغل. كنا شغالين خفيف بصراحة، كنت مسحول في كام بيزنس اوف لاين، مطعم ومغسلة ومقاولات وكلام ده كله طبعا غير التدريب. بصراحة كان في الاول ما كنتش عامل ستورز كتيرة، ما كانش معمول بشكل واضح، كان في شوية مشاكل، كنت ببني فريق اكبر بكتير وكان سيستم بقى، سيستم مش موضوع بقى ديزاينر معايا هنا وفيديو اديتور، لا اتش ار واكاونتنج ومحامي لا وتسجيل وحاجات يعني. فبالتالي اتحسنت كمان الجودة بتاعت التصوير والمكان والكلام ده كله. وبعد كده كان عندي جالي شريك بس كان هو كان صاحب في البداية خالص، راجل كبير، راجل انا بحترمه جدا، عمل ستارت ابس ناجحة جدا، نماني ودرجة ان انا كنت محتاجه. بس وصلنا لمرحلة هو دماغ وانا دماغ، يعني هو دماغ وانا دماغ، وابتدى يشتغل معايا عشان درجة اولى، مش عشان البيزنس يكبر، عشان الفلوس. فده لا، قعدنا مع بعض وبرجولة كذا كذا كذا، لا انا مش عايز اكمل.
وهنا اتعلمت خلي بالكوا درس قوي جدا. هو علمني درس في الشراكه قوي جدا، انا كنت اول مره اتعلمه. وهو ايه؟ هو كان بيتحرك اكتر مني بكتير، انا كنت بفكر. هو شايل حاجات اكتر مني، بس احنا شركاء. مش فاكر حتى كانت 50-50 ولا 70-30، بس هي تقريبا كانت 70-30، انا مش فاكر قوي. اول حاجه كان انا كنت خارج من سابقه تجربه تانية، وانا بخاف على البيزنس ده قوي. اللي انت بتشوفني فيه ده انا بخاف على قبل اي حاجه تانية، يعني هو ده البيبي بتاعي. عشان كده بحاول ان انا اديله كل حاجه. كان في بلانز هو وعاني فيها، وده كان منتور. يعني ده يا جماعه انا بتكلم على منتور. ده كان فتره، كان بتكلم على شهر 5 انا كده عندنا 5 شهور. بعد الشهر 5 قعدنا 5 و6 وانفصلنا عشان الاسباب اللي قلت لكم عليها دي. واتعلمت الدروس اللي اتعلمتها، انه لما يكون في حد انت 50-50 او في نسبه وهو بيعمل شغل بشكل روتيني، لازم تديله مرتب ثابت. لازم تديله مرتب ثابت. شريك بس بياخد مرتب ثابت. زي ما انت شريك مثلا واحد براس مال وواحد تاني بالمجهود، انتوا متفقين على نسبه، بس هو لازم يكون مرتب ثابت عشان ما يجيش يقول لك انا بشتغل وبعمل. لا، تقول له ما انت بتاخد مرتب ثابت. تاني حاجه، اي تاسكات تبقى في ورقه. انا عايز اقول لكم المنهج ده بقيت بعمله مع الصنايعيه. اي صنايعي قبل ما يشتغل لازم يدون هو هيعمل ايه في ورقه وقلم، عشان ما يجيش بعد ما يخلص يقول لي انا عملت زياده. لا، احنا متفقين من الاول يا كابتن. فالفكره كلها ان اي حاجه انت عليك ايه وانا عليا ايه، تمام؟ وتروح في الاخر بقى تكتب تقول له بلس، يعني ممكن يكون في زيادات، بس الفكره كلها ده الاساسي، ده المحتوى الاساسي. ده كان اول درس. تاني درس، تكسفش من اي حاجه وانت بتتكلم معاه. كنت بحس ان هو في صحاب وبتاع والكلام ده كله، بس هو ما كانش بتعامل معايا صحاب خالص، ودي كانت حاجه عجباني فيه قوي. دي كانت مكيفين. هو اللي اشار عليا ان احنا نقلبها بقى خلاص، بقى مبقاش سيف محمود. وهو قال لي انا عايزك ترتاح وما تطلعش تاني. انا الفكر الاول ابتدى ان انا كنت عايز اعملها لغات كتير، وكان ده الفكر، كان هدفي السنه دي، بس للاسف ما اتحققش. عادي جدا. دايما ببقى متاخر في الاول، بس عارف كويس قوي ان وده كان مبدا عندي من زمان. عندي بيبقى في ناس بتطلع تتكلم كتير ويطلعوا يعملوا كورسات ودنيا وبتاع، بس انا بالنسبه لي هي اللعبه ما انتهتش غير لما اكون انا احسن حد. هو مش غرور ولا نرجسيه، بس الفكره كلها انا عارف شغلي وبشتغل ازاي، وانا بشتغل على حالي. انا بتكلم دلوقتي وانا بصور الساعه 5 الفجر وانا مش طالع محضر. فالفكره كلها انا بشتغل، بتكلم كده بناء على ده. فاللقطه كلها انه كنا عايزين نقلبها كوميرشال بدل بيرسونال، بس اكتشفت بعد كده انه لا، الجمهور مش عايز كده. بس حبينا نجرب، وزي ما نقول تعبنا وفشلنا ونجحنا وتعلمنا. فبعد ما انفصلنا جه الصيف، قضينا الصيف لذيذ قوي. ابتديت هنا اسافر، اروح دبي، وهنا اتحرك في مصر وبتاع. رحت السعوديه برضو، اكتشفت ان السعوديه امريكا ما شاء الله عليهم، يعني حاجه حلوه وحاجه وحشه، ربنا معاهم. بس نيجي النقطه اللي بعد كده. عدى الصيف والحاجات اللي طلعت منها، اشتريت عقارات، اشتريت محل في العاصمه الاداريه تاني. كان عندي محل اولاني، اشتريت محل تاني اشتريت 1 2 3 4 حوالي 6 شقق. حتى فيديو بتاع القصه دي نزل، لسه مستلمها. بس الفكره كلها في شقق كتير. بدات في الهوسبيتاليتي قوي، اللي هي اير بي ام بي وكده. حتى بفكر اعمل قناه تانية اتكلم فيها عن الموضوع ده، واعلم فيها الناس ازاي تستخدم اير بي ام بي، وازاي لو عندها شقه ازاي تطلع منها دخل من 2000 ل 3000 دولار بدل الايجار الشهري، ويأجروها بشكل آمن، وازاي يضمنوا الكواليتي الناس اللي داخله، وازاي يأمنوا الناس عشان ما تبقاش حاجه مخله بالشرف او بالقانون. واشتغلت في السياحه برضو، بس السياحه اللي هي وبالذات في السياحه العلاجيه. كان معايا حد، كانت شخصيه اجنبيه كان بيشتغل في الموضوع ده قوي جدا، وكنت اشتغلت مع الانفلونسرز بره. اشتغلنا في الهوسبيتاليتي في الصيف، جهزنا واشترينا شقق. وبعد كده كان حصل دروب في البيت عندي، كانت عركه كده في البيت، وانا شخص هادي جدا. غبت عن البيت شويه مع تواصل، بس كان في غيبه. بس المشاكل بتخليني اشتغل قوي، بتخليني انا مفيش غل في الشغل، ممكن اقعد 10 ساعات ما بشربش بق ميه اصلا. بعد كده غيرت مكان قعادي، غيرت الناس اللي انا حواليا كتير قوي، بعدت عن ناس كتير، عملت فلتر رهيب قوي في حياتي. وده جه عليا بعكاس انه
اصدقائي في المجال قالوا، فبقيتش بتبقى عارف الابديتس والكلام ده كله، خصوصا ان انا كان عندي ناس اعرفها اصدقاء مقربين ليا من المغرب الشقيقة، ما تواصلناش كتير وكان حصل برضو مشاكل. فكان الداون اللي حصل انه انا ما واكبتش الاحداث بنسبة 30%، يعني انا واكبت بنسبة 70 بس كان في 30 كده فلتوا مني. بس في المقابل نزلت الاوفلاين، شايفين الابديت، نزلت العربيات ودخلت في العربيات، وحتى يعني اول ما دخلت يعني شغلت دماغي وغيرت عربيتي الحمد لله، جبت بورشه كيان طلعت. وكان الماجوريتي ان انا دخلت كام مجال جديد، اتعرفت على شركاء اكتر من صحاب، وده كان مبدأ في حياتي في الاول، ان احنا شركاء ثم الصحاب، لكن صحاب ثم شركاء بتبقى مقلقه شويه. بعدت عن ناس كتير قوي، غيرت قعدتي تماما، ما عادي خالص، ما بقتش مش اي حته اروح اقعدها. يعني كنت ممكن زمان انزل اقعد على قهوه بتاع الكلام ده كله، الكلام ده حلو والله. انا بالنسبه لي انا ابن الرصيف، انا ممكن في ناس بتشوفني وناس عارفاني ببقى بشبشب وقاعد على الرصيف وعادي خالص، بس اللقطه كلها في ايه؟ انه انا لو نازل افتح لابتوب واقعد، مش عايز اقعد على قهوه، لا. وبنصح باي حد بالموضوع ده على فكره، وده انا شفته فين؟ شفته، او مش هقول شفته، انا عشته صراحه، انه فعلا انا لما دخلت مكان العربيات اتعرفت على الناس تجار تقال قوي في مكان شيك جدا، وكان مكان لذيذ قوي وما كانش غالي قوي، بس مكان في الهادي وفي القبه يعني. فانت قعدتك عرفتك على ناس كويسه، فانت ما تحكمش عشان انا عارف ان في ناس ايديها بتاكلها دلوقتي وهتكتب ايه تعليت ومش عليت، احنا ربنا يدينا. لا، انت لو معاك 1000 جنيه روح مكان نضيف، روح مكان نضيف وهادي وما فيهوش زحمه وفي ناس بتقعد تتعامل، اتعرف، ارمي نفسك، بس ما تبقاش تافه. يعني انا لما الناس قعدت معايا لا اكتشفوا ان ده نضيف ودماغه نضيفه وشغاله، طب تعالى نقول له على شغلانه كذا 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 وانت وحلل وشغلانتك، ولو ما دخلتش هتبقى سمعت وعرفت حد خبره. لكن عرفت في مجال عرفت حد تقيل قوي في مجال الازاز، في الازاز الواجهات، عرفت حد في اللوجيستكس، في الحكومه، في كل حاجه، ومكان برضو ما كانش غالي قوي برضو. فالفكره كلها انه مش يعني عشان حد برضو ممكن يكتب لي المكان ده فين، هي الفكره كلها مش قصدي على المكان باسمه، انت تشوف الناس بتقعد فين، في كافيهات او اماكن ناس بتقعد فيها تمام، لما تخش تبقى عارف ان الرجاله دي مثلا او في حد بيجي يقعد في المكان ده على طول، انتوا لما تشوفوا بعض 5-6 مرات اوتوماتيكي هتسلموا على بعض اكنها قهوه يا عم. لكن ما تقعدش تقعدي قهوه الناس اللي ورا بيقعدوا يتكلموا على ماتشات وشغالين نفسهم في كيلو الرز بقى بكام، بقى حديث عادي خالص، بس انت نازل تعمل فلوس، او نازل يعني مش تعمل فلوس، نازل يعني تنمي نفسك انت. الفكره كلها انك حاوط نفسك بناس نظيفه من الاخر، فكريا مش ماديا. والله انا مش بتكلم على ماديات خالص، انا بتكلم ان انا لو رجع بيا الزمن وقلت انا عايز اعمل 10000 جنيه ومعايا 1000 جنيه، كان شفت حد بقى كان جريت كاردون، اول حاجه كان معاه كده راح جيم، انضف جيم في البتاع دي كلها عشان هيتعرف على ناس هم هيخلوه يعمل فلوس، ادي اول حاجه. فالنقطه كلها ابتديت في الاخر بقى اعمل ستورز جامده قوي، دخلت في التزامات كتير قوي، بقى عندي ان انا مبدا اشتغل بفلوس غيري مش بفلوسي. كان زمان لا، كنت بحب اجيب الحاجه كاش، بس دلوقتي لا، انا بقيت بفكر ازاي اجيب حاجه مش بفلوس. انا في حاجه سقطتها معلش، شهر 6 اشتغلنا هاي تيكت واشتغلنا جوجل ميرشنت، ولو عايزين نتكلم فيه برضو نتكلم فيه. في 2023 اتجهت اكتر للايجنسيز. 2023 حبيت ان انا اجيب حد يطلع يتكلم بدالي، وعايز رايكم في الموضوع ده بشكل واضح وصريح. انا احسن كومنت طلع لي في الموضوع ده قال لي سيف هي كويسه، تسنيم طبعا متعلمه وكانت طالبه وكانت 10/10، بس الكاريزما هو قالها لي كده، ان انا ليا اسلوب معين الناس عندي متعوده على الاسلوب ده. فالفكره كلها ان اجيب حد ازاي يطلع يتكلم بنفس الاسلوب ده انا ما اعرفش، بس انا نفسي اعملها. حلمي ان فعلا كبروجكت زي ده اعمله
بالاسباني والايطالي والبرتغالي والفرنسي وانجليزي في الشور وروسي وتركي، حوالي كان 9-10 لغات. لان فعلا احنا بنقدم محتوى فعلا، وفي غرب كتير ما بتقدموش. انا مقتنع باللي انا بقوله 100%. وفي كلام انا بقوله الغرب بيقوله، وفي كلام احنا بيبقى كلنا، ما المنبع كله واحد. ما هو معلش انا بفتح شوبيفاي، هو هيقول لك السيتنجز تحت على الشمال، وانا هقول لك السيتنجز برضه تحت على الشمال. ففي ناس بتقيسها انه تمام، وفي ناس بتقيسها انه انت سامع من الاجنبي. بس الفكره كلها ان هو ده السوق. يعني ما هو زي 1+1=2. انا مش هقول لك 4 ولا هو يقول لك 5، هو 2 بس. دي كانت ملخص 2023. 2024 عايزه ارجع زي 2021 و22. عايز اعمل كورس 20 ساعه في 2024، لان انا سمعت ان في حد نزل 18 ساعه، بس عايز اعمله 18 ساعه وكلهم. عايز اوفق ما بين المده في الموضوع، مش عايز اهري كتير. وبفكر لسه هعمله يا مجانا يا بتمن رمزي قوي، لانه فعلا انا هصرف فيه كتير قوي بجد. انا محضر له دلوقتي بادجت $60,000، لان فعلا هعلمك من البدايه خالص ازاي تعمل بال$100، وكورسز فعلا هيبقى من الاخر. فهعمله بتمن رمزي قوي. طب التمن رمزي هيبقى قد ايه؟ يعني $1000؟ لا، هعمله من $1 ل$5 في الرينج ده. يا ريت اسمع لو الموضوع ده، لانه مع الفيوز صراحه هيبقى ثمنه هيبقى مجزي جدا ومربح جدا، وهيبقى ورث بالنسبه لي. ليه ما هعمله مجانا؟ لكن هو حاجه انكم كويس لو اتعمل $1 او $2 مع الفيوز الكتير. انا بتكلم معاكم بكل صراحه، هيبقى حاجه كويسه. ده 2024 الكورس، وهخش اكتر في مجال الهوسبيتاليتي. وبرضه ناوي ان انا اوقف الكوتشنج تماما خلاص. يعني جربت ان انا كانت حياتي مرتاحه قوي، وقفته في 2023 كنت مرتاح، لان الكوتشنج عشان اطلع حد فعلا مرهق. والفكره كلها انه في 2023 الصناع المحتوى كتروا قوي 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 قوي، وناس ملهاش علاقه بالدروب شيبنج كده تتكلم عليه. يلا الحمد لله. بس هم كويسين على فكره والله العظيم. بس الفكره كلها انا بطلب منهم حاجه واحده بس، اللي انت بتقوله اشتغلوا، ما تقولش كلام وخلاص. يعني لو سمحت، انا لو حد طلع يقول لي بناء على ايه اللي انت بتقول عليه ده، اطلع اقول له. لكن اقول حاجه وانا ما بعملهاش وسامعها ابقى مسمع، لا. بس دي اعتراضي بس، لكن هم كلامهم زي الفل. بس الفكره كلها يحطوا ده في الاعتبار. نيجي النقطه اللي بعد كده. تارجتنا السنه دي ان احنا نعدي $5 مليون بروفيت، يعني نعمل اكتر من $25 مليون كدروب شيبينج، وهنعملها. هدفنا برضو السنه دي نعلم اكتر من 1000 طالب. هدفنا السنه دي ان احنا نعمل اكتر من 2 مليون فيوز في الكورس اللي هيتعمل، عشان هو لو عدى 2 مليون انا هكتفي بكده ومش هعمله خلاص. هو كده، وهعمل كورس بتاع سنين قدام. عايز اشوف دعمكم في الموضوع ده، وقولوا لي رايكم ايه اللي انتوا طلعتوا بيه. وبس كده. اتمنى ان الموضوع كان سلس وفهمنا ايه اللي حصل، وطلعت اتكلمت معاكم في الكاميرا كده بدون حواجز. واشوفكم على خير. ما تنسوش تتابعونا على كل السوشيال ميديا، ما تنسوش تتابعونا على القناه وسبسكرايب والكلام اللذيذ الحلو ده. يلا اشوفكم على خير. سلام عليكم.